الحديث معاك شيق جدا. في حاجة تاني حلوة اتفضل. عايز اقول لك عليها، لسه حاصلة قريب. في دخلوا علينا من 3 سنين كده بالظبط 6 مسلحين الساعة 1 بعد نص الليل. 6 مسلحين، وانت عارف هنا الناس يعني ما تقفش على حد يعني. دخلوا الدير، قطعوا السور ودخلوا معهم أسلحة وخناجر وكل حاجة، يعني مستعد يموت ويذبح وكله. دخلوا لنا بالليل الساعة 1 وراحوا فتحوا قلاية سيدنا هناك، برضو قطعوا الشباك الفنس بتاع اللي هو السور بتاع الشباك ده هو، ودخلوا امام الله قدام ربنا ما عملوش اي خساره غير هم قطعوا الفنس وقطعوا السياخه بتاعت الشباك. احنا حاطين السياخه عشان برضو ايه حمايه. ودخلوا في شلتات معمول سوست، فتحوا السوست دي عشان يدوروا على فلوس. وفي الاخر قابلوا واحد راهب، قالوا له كان راح يعمل قربان عشان نعمل قداس. فمسكوا الراهب ده قالوا له وير ذا ماني، قال احنا عاوزين فلوس. قال لهم يو كيم رونج بليس، انتوا جيتوا مكان غلط، هنا ده دير عباده، احنا هنا we don't have money, we are here to worship Jesus Christ and to pray for all South African people. قالوا له احنا عاوزين فلوس. قالوا if you need money come with me, we have 2 donation boxes in the church. احنا عندنا بوكسات في العطاء في الكنيسه، تعالوا خدوا فلوس خدوها، احنا ادي كل اللي عندنا. فراحوا معاه، راح معاهم، فتحوا حتى ما كسروش الصناديق العطاء، يا دوبك فتحوها بس، ما لقوش غير شويه رندات بس عشان ما فيش حد، شويه فكه كده شويه فكه يعني قروش. ف راح ابونا قال لهم ايه I want to advise you، انا عاوز اديكم نصيحه. لو ناس مسلحين قال لهم انا عاوز انصحكم. وده طبعا مش وقت نصايح خلاص، لا يعني ده ممكن يعني في اي وقت يقتلوه. لا عايز اقول لك شوف السلام اللي ربنا عطانا بصلاه سيدنا وبنصايح سيدنا. هو علمنا كده عدم الخوف، اوعى تخاف. وبعدين فتحوا ما لقيش، وبعدين ما لقوش فلوس. قال لهم لو سمحتوا لو استمرتوا على كده هتروحوا الجحيم. I want to advise you, if you continue go to the hell. I want to repent and confess, please. And if you need money, come to the father of the monastery and can give you the money what you need. قال لي انت عاوزين فلوس تعالوا لابونا يديكم. ابونا بيحبكم كلكم وبيحب الناس كلها. لو عاوزين حاجه ما تسرقوش، لو سرقت هتروحوا الجحيم، انا خايف عليكم. وخلصت على كده. رحنا قالوا احنا ايه excuse me we go to leave you but give me the cell phone.